السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك للقناة. فيلمنا بيبدأ بطفلين، ريتشارد اللي عنده 9 سنين وإيمي اللي عندها 7 سنين، والاتنين كانوا مسافرين مع والد ريتشارد على سفينة ضخمة، وهم راجعين لبيتهم كانوا بيتحركوا وبيلعبوا كتير في السفينة، وده خلى والد ريتشارد يزعق لهم ويمنعهم من الحركة. فجأة السكون اتحول لكابوس، والسفينة ولعت نار وانتشرت فيها النار بسرعة البرق، والدخان كان كثيف جدا وغطى كل المكان لدرجة إن محدش كان شايف اللي قدامه. وفي وسط الزحمة دي والد ريتشارد ومعاه ناس تانية قدروا يركبوا مركب نجاة. أما الطباخ اللي على السفينة اللي اسمه بادي فأخد ريتشارد وإيمي معاه في مركب صغير تاني، وبسبب الدخان اللي كان مالي المكان بادي تاه بالمركب بعيد عن السفينة وبعيد عن باقي الناس، ولقوا نفسهم فجأة لوحدهم في نص البحر من غير أكل ولا شرب ولا أي وسيلة مساعدة. تاني يوم الصبح الشمس طلعت وده خلاهم يشوفوا جزيرة. بادي فرح جدا وفضل يجدف لحد ما وصل لبر السلام بعد تعب رهيب. الجزيرة كانت جنة، خضرة وشجر وجوز هند. بادي بدأ يلف فيها عشان يشوف لو في حد ساكن يساعدهم، بس للأسف الجزيرة كانت مهجورة تماما وفهم إنهم اتحبسوا. بس بادي بخبرته عرف إن الجزيرة فيها خير كتير يخليهم يعيشوا. في وسط اللعب ريتشارد لقى جمجمة إنسان، ولما بادي شافها اتفزع وقال له يرميها فورا، وفهم إن المكان ده فيه خطر كبير. بادي قرر ينقل الولدين للناحية التانية من الجزيرة عشان يبعدوا عن الخطر. وبالليل وهو قاعد بيشرب سمع صوت طبول جاية من بعيد، فقرر يروح يستكشف المكان بكل هدوء. وهنا الصدمة كانت كبيرة، شاف تمثال وعليه قطع لحم بشري. بادي فهم إن الناس اللي هنا بيقدموا قرابين بشرية، فرجع بسرعة وحذر الولدين وقال لهم وعدوني مهما حصل محدش فيكم يعدي الناحية التانية من الجزيرة. ولما سألوه ليه قالوا لهم إن في هناك أكلوا لحوم بشر بياكلوا أطفال. ريتشارد كان لسه عنده أمل إن أبوه يجي وينقذه، وبادي كمان كان بيحاول يطمنهم، بس في نفس الوقت بدأ يعلمهم إزاي يعتمدوا على نفسهم وإزاي يصطادوا أكلهم. وفضل شهرين كاملين يدربهم عشان لو جراله حاجة يقدروا يعيشوا لوحدهم. وفي ليلة بادي شرب كتير وتهيأله إن برميل الخمرة بتاعه بيغرق، فنزل البحر عشان يحاول ينقذه وهو سكران، وللأسف المية سحبته ومقدرش ينقذ نفسه وغرق. تاني يوم الصبح ريتشارد وإيمي ملقيوش بادي جنبهم، وبالمنظار شافوه مرمي على الرملة في الناحية التانية، وركبوا المركب وراحوله وهم فاكرين إن هو نايم من كتر الشرب، وحاولوا يصحوه كتير بس بادي كان خلاص فارق الحياة. والصدمة كانت قوية عليهم وبقوا لوحدهم تماما. وإيمي ما بقتش طايقة المكان وقالت لريتشارد أنا كل ما ببص هنا بفتكر بادي ومش قادرة أعيش هنا تاني. ريتشارد وافقها ولما حاجتهم وراحوا سكنوا في الغابة في الناحية التانية اللي كانت مناسبة جدا للعيش، وبدأوا يبنوا بيتهم الجديد. وتعبوا شوية في الأول بس اللي بادي علموه لهم خلاهم ما يواجهوش صعوبة كبيرة، وشوية بشوية اتعلموا ازاي يعيشوا على الجزيرة دي. وعدت كام سنة وهم عايشين هناك والاتنين كبروا مع بعض. ريتشارد دلوقتي بقى عنده 21 سنة وإيمي بقت 19 سنة، وكانوا مع بعض بيصطادوا السمك وبيقطفوا الفاكهة وكانوا عايشين بكل هدوء. ريتشارد وإيمي بدأوا يحسوا بتغيرات جسدية وعاطفية وما كانوش فاهمينها ولا مدركين التغيرات دي خالص. وفي يوم وإيمي وهي جاية تستحمى جاتلها الظروف ونزل منها دم، ولما شافت كده خافت جدا وندهت على ريتشارد. ولما ريتشارد سمع صوتها جالها وسألها ايه اللي حصل، ولكنها اتكسفت تقول له وقالت له يمشي بعيد. بعد شوية لما ايمي خرجت من المية ريتشارد سألها ايه اللي حصل لك، ولكن ايمي ما قالتلوش اي حاجة، وده طبعا خلى ريتشارد تعصب جدا وحس ان ايمي زمان ما كانتش بتخبي عليه حاجة بس دلوقتي بقت بتخبي حاجات كتير. وشوية بشوية ايمي وريتشارد بدأوا ينجذبوا لبعض. ولما ريتشارد كان بيتمشى من غير قميص ايمي كانت بتفضل تبص عليه من بعيد، ولما ايمي كانت بتنزل تستحمى في النهر كان بيبص لها، بس بسبب نقص المعرفة الاجتماعية ما كانوش فاهمين الحاجات دي. وده لانهم هما الاتنين محبوسين هنا من طفولتهم وعمرهم ما جروا ولا اتعلموا اي حاجة عن الموضوع ده. في الوقت ده ريتشارد كان بيصطاد سمك وبيقطف الفاكهة، وايمي كانت بتطبخ في الكوخ وبتغسل الهدوم، والاتنين كانوا عايشين مبسوطين على الجزيرة دي وهم بيهزروا ويضحكوا. بس لسه كان في امل ان يوم من الايام ابو ريتشارد هيجي وينقذه. وفي يوم ايمي سمعت طبول جايه من طرف الجزيره اللي بادي منعهم يروحوها، بس ايمي كان عندها فضول شديد تعرف اللي بيحصل هناك، وعشان كده راحت لوحدها. ولما وصلت لقت هناك نفس التمثال اللي كان بينزل منه دم غريب جدا. ايمي افتكرت ان المكان ده مقدس وان هو مكان روحاني، فجريت عليه بسرعه وقالت له انا رحت الناحيه التانية من الجزيره اللي بادي منعنا اننا نروحوها، وهناك لقيت تمثال شكله تمثال مقدس، وبتقول لي ان بادي كذب علينا طول الوقت
لان مفيش هناك اكل لحوم بشر زي ما قال. ولما سمع كده ريتشارد اتعصب جدا وقال لها بعصبيه احنا وعدنا بادي اننا مش هنروح هناك، ولكن انت رحت وعملت غلطه كبيره جدا، ومن هنا ورايح ما تروحيش هناك تاني ابدا مهما حصل. وبالليل وهي نايمه حلمت حلم وحش جدا، حلمت ان ريتشارد بيموت غرقان في الميه وهي مش قادره تنقذه. فصحيت من النوم وهي مخضوضه وعينيها مليانه دموع. ايمي شافت الصبح طلع وريتشارد كان واقف قدامها قلقان عليها جدا، فقالت له بكل خوف ووعدني ان انت مش هتسيبني وتمشي في اي حته. والاتنين حضنوا بعض بشده وريتشارد قرب منها اكتر، بس ايمي بعدته بسرعه. وبالليل ريتشارد حاول يقرب منها تاني بكل حنية، لكن ايمي قالت له بكل حزم يمشي ويسيبها، وده خلى ريتشارد يتضايق جدا. وتاني يوم الصبح ما كلمهاش ولا حتى بص في وشها. وايمي شافت ان ريتشارد بيعمل حاجات غريبة ورا الصخور، ولكن ما فهمتش هو بيعمل ايه. ولما نادت عليه بصوت عالي ريتشارد زعجلها وقال لها تمشي. بعد شوية ريتشارد راح يقطف جوز الهند من فوق شجرة عالية، ولأول مرة من سنين طويلة شاف سفينة في البحر. ولما شافها نزل بسرعة من على الشجرة وجرى بكل قوته ناحية التل، وكان مجمع خشب عشان يولع نار ويلفت انتباه الناس اللي في السفينة ويطلب منهم المساعدة. لكن النار اتأخرت والسفينة مشيت بعيد عنهم. وفي الوقت ده إيمي كمان شافت السفينة وكان عندها فرصة تولع نار هي كمان، بس رغم انها شافت السفينة بكل وضوح ولكن ما عملتش كده، وده لانها حبت العيشة هنا وتقبلت حياتها الجديدة. بعدها ريتشارد وصل وتعصب عليها جدا عشان ما ولعتش نار، وقال لإيمي بكل غضب انا زهقت منك ومن كل ده، انا همشي من هنا ومش هكمل معاكي تاني. ريتشارد ركب نفس المركب الصغيرة ومشى من هناك وصمم ان هو يسيب الجزيرة، بس في نص الطريق المركب بتاعته اتكسرت وفجأة وقع في المية، فاضطر يرجع تاني للجزيرة وهو محبط. وهنا إيمي بدأت تتريق عليه وقالت له بسخرية دلوقتي الجزيرة دي بقت بيتنا ولازم نعيش ونتقبل الوضع. ولما ريتشارد سمع كده اتغاظ جدا وحصل بينهم خناقة شديدة وبدأوا يهينوا بعض بكلام جارح. إيمي قالت بغضب أنا عارفة أنت بتعمل إيه لوحدك ورا الصخور وهقول لأبوك لو رجع. فريتشارد اتنرفز وقال لها انت بتراقبيني طول الوقت ده. ايمي ردت عليه وقالت له انت كمان على فكره بتبص عليا وانا بستحمى واوعى تنكر الكلام ده. ولما سمع كده ريتشارد بغضب حدف عليها جوزة هند، بس ما جاتش فيها، لكن هي لما حدفت عليه جوزة هند جات في راسه ووجعته جدا. ساعتها ريتشارد فقد اعصابه وضربها بالقلم وطردها من البيت وقال لها بغضب الكوخ ده انا اللي بنيه وانت مش هتعيشي معايا هنا تاني، وانا كمان مش هديك اكل ولا اي حاجه. وده خلى ايمي تنام بره لوحدها في البرد واضطرت تدور على الاكل بنفسها، وده كان صعب عليها جدا. في الوقت ده ريتشارد كان بيتريق عليها ومش راضي يساعدها، وايمي بدات تحط ورد على التمثال اللي في الجزيره وتصلي بكل ايمان. وهي راجعه من البحر للجزيره الجديده جت على سمكه صخريه سامه وده خلاها تتألم قوي وقدرت ترجع للجزيره وهي بتتوجع. ولما ريتشارد شاف ايمي عيانه ومش قادره تمشي سالها بكل خوف ايه اللي حصل، فردت عليه وقالت له رجلي جت على سمكة صخرية وعشان كده أنا تعبانة جدا من تأثير السم. وقالت له برجاء وديني عند المكان المقدس بتاعي يمكن ده يساعدني. ريتشارد شال إيمي على إيده ووداها عند التمثال بسرعة، وحالة إيمي كانت وحشة جدا وأغمى عليها وهي بين الحياة والموت. ريتشارد خاف عليها وخاف إن يحصل لها حاجة، وعشان كده بدأ يصلي بكل إخلاص عشان إيمي تخف وترجع له. وبعد شوية إيمي فاقت وكانت خفت تماما، وكأن المكان ده ساعدها، وطاقة المكان وسلام الجو الهادي ساعدوا جسمها إن هو يتعافى بسرعة جدا. ولما ريتشارد شاف إيمي كويسة قال لها بتأثير أنا كنت خايف قوي إن يحصل لك حاجة، أنا كنت هعمل إيه لوحدي على الجزيرة دي. وإيمي قالت له وهي بتعيط يعني أنت مش غضبان مني؟ فريتشارد بابتسامة قال لها لا خلاص ما بقتش غضبان. وبعد كده الاتنين رجعوا سوا على الجزيرة. وفي يوم ريتشارد وإيمي كانوا قاعدين سوا بيتكلموا وبعدين بصوا لبعض بحب وجربوا من بعض وعبروا بالفعل ده عن حبهم لبعض، وده كانت أول مرة يفهموا فيها الإحساس اللي كان بيكبر جواهم بقاله أيام. ودلوقتي بدأ يستكشفوا وقضوا وقتهم سوا وعاشوا كأنهم زوجين على الجزيرة. وشهور كتير عدت وهم عايشين سوا، وريتشارد لاحظ ان ايمي ما بقتش تقرب منه زي الاول، ده غير كمان ان سلوكها معاه اتغير. فسألها بكل صراحة هو انت ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ بس ايمي قالت له مش عارفة وصحتي كمان ما بقتش كويسة وكمان برجع. وبعدين حطت ايدها على بطنها وقالت له انا حاسة ان المكان ده بيتحرك وحاسة ان في حاجة مختلفة جوايا. والحقيقة ان ايمي كانت حامل، بس الاتنين ما كانش عندهم اي فكرة عن الموضوع ده. ريتشارد كان فاكر انها بتاكل كتير، وفي ليلة سمع صوت طبول من الناحية التانية من الجزيرة، ولما راح يشوف لقى شوية من السكان الاصليين بيقدموا قربان لراجل قدام التمثال. ولما شاف كده هرب ورجع عند ايمي، وساعتها ايمي جالها ألم من الولادة وبدأت تصرخ بصوت عالي جدا. وريتشارد لما شاف كده جرى عليها وساعدها في الولادة، وايمي ولدت ولد والاتنين كانوا فرحانين جدا وسموا الولد ده بادي. بعدها ريتشارد وايمي جابوا الولد ده الكوخ. ريتشارد وايمي ادوله اكل ومية، بس ما كانوش يعرفوا ان
ان الطفل ده بيحتاج لبن الام. ولما ايمي اخدت الطفل في حضنها الطفل بدأ يرضى. بعدها ريتشارد قال لايمي ان هو شاف شويه من السكان الاصليين بيقدموا قرابين وانهم لو جم هنا ممكن يؤذوه، وقال ان هم لو عملوا كده مش هيسيبهم. ريتشارد وايمي بعد ما الولد جه بقوا فرحانين وبقوا بيحبوا الولد ده جدا. وكام سنه عدت وهم على الجزيره والولد بدأ يكبر وبدأوا يعلموه العوم والكلام. وفي يوم كلهم كانوا على شط البحر حاطين طين مبلول على جسمهم وبيلعبوا. ساعتها مر كام رجل في سفينة كانوا بيدوروا عليه، ولما شافوا من بعيد التلاتة متغطين بالطين معرفوش ورجعوا بالسفينة. ولما ريتشارد وايمي شافوا السفينة معرفوش ان فيها ابو ريتشارد، وعشان كده مرضوش يشاوروا للسفينة وفضلوا ساكتين، وده لانه كانوا مبسوطين في حياتهم ومش عايزين يرجعوا، وكانوا خايفين انهم لو رجعوا هيروحوا مجتمعهم وهيكونوا غراب. وبعدها ريتشارد اخد ايمي وابنه وراحوا بالمركب ناحية الجزيرة علشان يقطفوا فاكهة، وده المكان اللي بادي مات فيه. وقعدوا فيه كام شهر وكانوا بيبصوا على الحاجات اللي حواليهم وافتكروا طفولتهم. وبعدها ريتشارد راح يقطف فاكهة وايمي كانت بتلعب مع ابنها، وابنهم هو بيلعب قطف توت مسموم وحطه في المركب، وايمي ما شفتهوش. والاتنين رجعوا المركب علشان يستنوا ريتشارد. وعين ايمي غفلت، ولما فاقت لقت ان المركب بعد عن الشط، وساعتها ابنها رمى المجداف في المية. ايمي حاولت تجيب المجداف ولكن معرفتش، فنادت على ريتشارد فورا اللي عام ناحيته. وساعتها ايمي قالت له وراه قرش تعالى بسرعه، وبيروح لهم من غير مجداف. وايمي علشان تنقذه من القرش ضربت القرش بالمجداف التاني، وده خلاه يطلع المركب بس من غير المجداف. وكانوا مش عارفين يرجعوا الجزيره وحاولوا يجدفوا بايديهم، بس تيار المية كان قوي جدا، ومن خوفهم من هجوم القرش ما قدروش يعوموا. والمركب كمان بدأت تبعد في البحر، وفضلوا في البحر يومين وابنهم جاع فأكل التوت الساعة. ولما شافوا كده حاولوا يطلعوا التوت من بقه، ولكن للأسف كان خلاص بلعه. والاتنين افتكروا ان ابنهم هيموت، فالاتنين كمان اكلوا من التوت واختاروا يموتوا سوا بدل ما يعيشوا من غيره، وناموا في المركب واستنوا الموت. في الحقيقة التوت ده ما كانش سمه قوي، بس هم اغمى عليهم مش اكتر. وبعدها ابو ريتشارد كان في سفينة وبيبص بالمنظار يمين وشمال، وساعتها لمح مركب ريتشارد الصغيرة. فابو ريتشارد ورجالته ركبوا مركبهم الصغيرة وراحوا يشوفوه، وهناك لقيوا ريتشارد وايمي وابنهم فاقدين الوعي. فابو ريتشارد سأل هم دول ماتوا ولا ايه حكايتهم بالظبط؟ فالراجل جاوب عليه وقال له لا دول نايمين بس مش اكتر. وبكده يكون انتهى فيلم النهارده.